مع أستاذ سلام مريان، نشوفوا كيفاش تحقق أهدافك في الحياة. ترك معالي الأهداف والرضا بما هو دني محدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفسافها، أي ما كان منها متدنيا. فحتى على مستوى أهداف النخبة في المجتمع الإسلامي الذين هم مثلا بعض العلماء على اختلاف مشاربهم واختلاف تخصصاتهم، يعني تجد أهدافهم محدودة. فإذا حدثت أحدهم أو يعني ناقشته تجد أهدافه يعني لا ترقى بهذا الدين العظيم، أو لا ترقى لمستوى هذا الدين العظيم، كما كان يؤثر عن عدد من السلف كابن القيم رحمة الله عليه وغيره، أنهم كانوا يقولون: ما أعظمه من دين لو كان له رجال، ما أعظمه من دين لو كان له رجال. المقصود برجال هنا ليس رجال يعني آدميين ذكور أو حتى نساء، لا، لو كان له رجال أي تبلغ أهدافهم المبالغ العالية التي تقوم بهذا الدين أحسن قيام. من أهل العلم همه الآن أن يصل الدين إلى أطراف الدنيا ويستديم هذا الوصول إلى قيام الساعة. من النخبة في أيامنا هذه يعني يكون همها هو أن يبقى الدين الإسلامي العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا حلا لهمومهم وطرحا عن أكتافهم لمشاكلهم وسيرا بهم إلى خيري الدنيا والآخرة. من منا همه أن يكون هذا الدين بهذه الجمالية وهذه الحكمة هو المسيطر على العالم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فتجد الرجل راضيا بأهداف بسيطة جدا لا تعدو أن تكون أهدافا مادية ترابية، بل حتى من تجده يتغنى بخدمة الأمة إلى غير ذلك، فلعلك تجده يعني يرسل أولاده ليدرسوا في مجتمع متقدم ماديا، وهذا أمر يعني لا ينكر، هذا أمر لا ينكر في حد ذاته، أمر لا ينكر، لكن لا تجد همه من وراء إرساله لأولاده ليدرسوا في الجامعات المرموقة، لا تجد همه أن ينتفع الأولاد كمسلمين لينقلوا هذا الخير وينتقلوا بهذا النفع لنفع أمة الإسلام، لكن يكون الهم أن يصنع الشاب ما يصطلح عليه بمستقبله، أن يصنع الشاب مستقبله. وإذا سألت عن حقيقة هذا المستقبل تجد أنه يحدثك عن مستقبل مادي، أي يحصل على شهادة ليجد وظيفة، أو يعني ينشئ مقاولة، أو يفتح عيادة، ثم بعد ذلك يترقى في مدارج السلم الاجتماعي السوسيو اقتصادي، وبعد ذلك يكون أسرة، كما هو الحال بالنسبة لإنسان عادي بسيط جدا قد يختلف يكون الخلاف بينه وبين المسلم في قضية الإسلام فقط. فهذه الأهداف العالية المفتقدة وهذه الهمم القوية الضائعة هذا عرض من أعراض الهزيمة النفسية. وحتى يعني لأن أحب أن يكون توصيفنا واقعيا، وكذلك حتى لو كان فيه شيء من القسوة هي ليست قسوة مجانية، إنما هي قسوة لاستنهاض الهمم، كما قال القائل: وقسى ليزدجر ومن يك محبا أو من يك راحما يقسو أحيانا على من يرحم. يعني الأم قد تقسو أحيانا على ولدها من محبتها له حتى ينشأ تنشئة طيبة، وكذلك الوالد، وكذلك الصديق المحب إلى غير ذلك، كما ذكر الآثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: يعني قد تجتهد اليد في فرك اليد الأخرى، يعني ظاهر الأمر أنها يعني تفركها بشدة، وهذا قد يكون لا أقول في شيء من الألم، لكن يعني في شيء من الشدة، لكن هذا الفرك إنما هو لتنظيف هذه اليد، واليد الأخرى تفرك أختها حتى تخرج اليدان من عملية الغسل
نظيفتين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن بالنسبة لأخيه. فلذلك قد يجد منا بعض الأحبة شيئا من الشدة في هذا التوصيف، لكن حتى نقوم أنقياء إن شاء الله تعالى من هذا الوحل الذي طال بنا المقام فيه. فالداعية أو العالم مثلا أو المدرس أو الأستاذ، فهذا يجب عليه أن يكون هدفه عند التزامه بهذا الدين أن يكون هدفه عاليا، وأن تكون يعني طموحاته يعني في السماء. هذا هو المطلوب. لكن الله المستعان نجد أنفسنا يعني بطموحات في الحضيض وطموحات محدودة. وحتى من يدرس العلوم الشرعية كم من الناس يكون همه أن ينتشر هذا الدين في الأسقاع. حتى وإن قال قائل، وهذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى عند ذكر الحلول، لو قال قائل يعني أنا الآن أدرس شخصا أو شخصين، كيف تريد مني أن يكون عندي هم نقل هذا الخير إلى الدنيا كلها؟ نقول له إنما بدأ هذا الدين برجل واحد آمنت به امرأة وغلام ومولى وصديق. انظر الأمة الآن عددها 1.5 مليار بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن دلالة علو الهمة أن الله سبحانه وتعالى امتدح أقواما في القرآن الكريم، فقال سبحانه جل في علاه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ما قال وجعلنا من المتقين، قالوا وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا رائدين في ميدان التقوى.